السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي في يوميات رقية ويحيى. يومياتنا يوميات أسرة بسيطة جدا، بنعيش اليوم مع بعض وبنتعلم مع بعض واحدة واحدة. النهاردة بأمر الله هنتكلم عن تربية الفراخ من عمر يوم، من عمر ما تستلمي كتكوت عمر يوم، وده أفضل حاجة، لحد عمر اللي انت بتستلمي فيه الفراخ على حسب الوزن اللي انت بتحبيه، 2 كيلو، كيلو ونص، 2 إلا. إن شاء الله أنا النهاردة استلمت دورة جديدة وهنبتدي مع بعض واحدة واحدة من أول يوم. بصوا، أول يوم بحط لهم الباجي الناعم خالص، ده اسمه باجي ناعم، مع معلقه زبادي واحده، معلقه واحده من المعلقه الصغيره دي، معلقه زبادي على معلقه كركم او نص معلقه كركم، وبقلبه خالص وببتدي ان انا احط لهم ده كده الاكل. بصوا هنا الميه واحد دخل قاعد في الميه. بصوا هنا الميه بحطها لهم. اهم حاجه اللمبه تبقى بعيده عن الميه، يعني انت حاطه اللمبه هنا، حاطه اللمبه في اليمين، يبقى الميه في الشمال عشان الميه ما تسخنش عليهم، عشان الميه لو سخنت غلط عليه. ايوه بس محمد بنحط الميه عليها مع نص كيس محلول جفاف. دي اول حاجه لازم تنزل بطنه. تمام. اهو النهارده وزني النهارده عمري يوم اهو، ما شاء الله الحيويه بتاعتهم حلوه وبيتحركوا ما شاء الله، الله اكبر عليهم. ودلوقتي هسيبكم مع شويه ريفيوهات للناس اللي جربت واخدت مني الفراخ. طبعا انا بربي فراخ، بربي عدد صغير ليا للبيت، وبرضه بطلع منهم برضه عدد صغير. اللهم بارك، ما فيش حد اخد مني فراخ الا لما عجبته. هسيبكم مع شويه ريفيوهات.